السلام عليكم. بص كده، انا قلت اوريها لك كده اول الفيديو. بص يا معلم، الساعه دي اعلاناتها مغرقه الدنيا، واحنا ما حدش مجاملنا، احنا شاريينها بفلوسنا. تمام، يعني هنقول براحتنا مميزات وعيوب ومش هنجامل حد. الساعه دي انت شفت الاعلان بتاعها اكيد، يعني لان انت داخل الفيديو ده عشان تشتري ساعه سمارت. اسمها زبليز بي تلك 3 برو. الساعه دي حرفيا فاجئتني. النهارده هنتعرف على كل تفاصيلها، مميزات، عيوب، اشتريها ولا ما اشتريهاش. انت الاول كده اللايك الجميل، وما تنساش لو عجبك المحتوى طبعا تشترك في القناه. ويلا بينا نبدا الفيديو. وكالعاده نبدا بالانبوكسنج يا جماعه. وعندي ملاحظه كده، ان التغليف او البوكس نفسه خاماته مش افضل حاجه. يعني انا حاسس لو الساعه جوه وفي نقل او انت بتنقلها من مكان لمكان واتعرضت لخبطه صغيره ممكن الساعه تتكسر من جوه. تغليف مش حلو مقارنه ببراندات اقل منها، يعني زي هاي نوتيكو. كرتونه هاي نوتيكو كرتونه لو رميتها على الارض مش هيحصل لها حاجه، مع ان هاي نوتيكو يعتبر اقل من البراند ده في الخامات. واسم الساعه كمان تقيل جدا بصراحه، زبليز بي تالك 3 برو. وده شكل الساعه طبعا. وهنا جايب لك بقى هو بعض الامكانيات كده، بقول لك ان الشاشه امولود وكمان بتدعم الاوضاع الرياضيه، وهنا كمان بقول لك ان هي بتدعم المكالمات، ودي حاجات عاديه موجوده في اي ساعه. الظهر كده بيقول لك ان الساعه دي اللون بتاعها روز جولد. اول ما بنفتح الكرتونه كده بنلاحظ ان الساعه جايه بالشكل اللي انت شايفه ده. واول حاجه هي جايه معاها سكرينه جيلاتين عاديه خالص، وكمان جاي اليوزر مانوال، وكمان جاي الشاحن الماجنتيك الاتنين بن مش شاحن وايرلس. وانا بصراحه بفضل النوع ده من الشواحن اللي هو كده بيشحن عن طريق نقاط التلامس. والساعه بقى باللون الروز جولد او البرتقالي او الذهبي، هو ميكس غريب كده ولون غريب كده، شكله تحفه جدا جدا جدا. الساعه جايه بحجم 46 مللي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القطر بتاعها كده او قطر الدايره ده 4 سم و6 من 10، والسمك بتاعها من هنا 11 مللي، يعني سنتي واحد مللي، مع وزن 39 جرام. الساعه دي تكاد تكون خفيفه الى درجه، يعني انا اول مره اشوف ساعه 39 جرام، وده يخلينا نفكر هي ليه جايه بالوزن ده. بص يا معلم، الساعه دي البادي بتاعها كده تحس هو من المعدن، ولكن الحقيقه البادي ده من البلاستيك، مصنوعه من البلاستيك، عشان كده هي خفيفه. السكرول بس مصنوع من المعدن، والزرار اللي تحت ده هو اللي مصنوع من المعدن. اما الاستراب فهو مصنوع من خامه محترمه جدا، عباره عن مطاط مضغوط معالج ضد الحساسيه ومعالج ضد الحراره. خامه الاستراب احسن من خامه الساعه بصراحه، خامته محترمه جدا جدا. بمناسبه ان احنا اتكلمنا على السكرول يا جماعه او الكراون، فهو ما بيسكرولش في اي حاجه في الساعه، هو عباره عن زرار بتضغط عليه وبس، لكن تلف بيه الخلفيات او حتى لو دخلت على التطبيقات عشان يسكرول معاك وينزل زي الساعات التانية، هو ما بيعملش كده، فاذا هو بيضغط فقط. والساعه جايه بمعيار مقاومه الميه اي بي 68، يعني من الناحيه النظريه وناحيه الارقام فانت تغسل بيها ايدك عادي وتنزل بيها الميه وتتحمل غمر في الميه. ولكن من الناحيه العمليه انا انصحك انك لا تستخدمها في الاستحمام ولا تستخدمها في السباحه، تستخدمها فقط في غسل الايدين او المطر، او لو انت بتلعب رياضه من ناحيه العرق يعني. دي نصيحه والله مهمه جدا. الساعه جايه بشاشه اموليد يا جماعه بريزوليوشن 466 في 466 بكسل، بسطوع 1000 نتس او 1000 شمعة، بحجم 1.43 من 10 بوصة. طبعا سطوع 1000 نتس دي حاجة محترمة جدا، ده بيخليها ظاهرة في كل الأوقات حتى في الإضاءة العالية. الشاشة ظاهرة معاك بسم الله ما شاء الله يعني. ولكن أنا عندي ملاحظة بسيطة، إن الحواف بتاعة الساعة هي مش مضايقاني، ولكن أنا حاسسها كبيرة. ياسن لو قارناها مثلا باللي زيها او اللي شبهها بالظبط الكيو سي واي، فالكيو سي واي تقريبا يعني حوافها اقل من كده شويه. ومعاك هنا وضعين للاولوز اون ديسبلاي. اول حاجه وضع الارقام، لو طلعنا بره كده نشوفه، ده وضع الارقام محترم جدا بصراحه، شكله شيك جدا في الايد كده، وتقدر تخليه شغال على طول مفيش اي مشكله خالص. وجايب لك طبعا نسبه البطاريه بره والتاريخ والوقت. وعندك برضو وضع الاولوز اون ديسبلاي العقارب، لو طلعنا نبص عليه كده، ده وضع الاولوز اون ديسبلاي العقارب، برضو شكله حلو جدا بصراحه، لايق جدا على الساعه، خامات كويسه وشاشه محترمه بالنسبه لسعرها. ولكن في حاجات كتير جدا في نفس الفئه السعريه افضل من كده في الخامات. على سبيل المثال الكيو سي واي الجي تي، الخامه بتاعتها معدن. الكي ار برو الكي سيلكت الكي ار برو ال تي دي، برضو الخامات بتاعتها محترمه. ولكن ما ننساش ان احنا هنا واخدين ميزه الحجم والوزن، واخدين حاجه تكاد تكون ريشه في ايدك مش لابسها اصلا. وبالمناسبه الساعه دي بتيجي بثلاث الوان اللي انت شايفهم قدامك دول. بصراحه يا جماعه ثلاث الوان احسن من بعض، وده بيخليها مناسبه جدا لو انت هتشتريها هديه لبنت مثلا، مناسبه جدا وشكلها حلو وخفيفه في ايديها، يعني برضو من ناحيه الديزاين والتصميم والشكل بتتفوق على حاجات كتير. ولكن بقى خلينا نروح للاساسيات،
نشوف المكالمات وصوت المكالمات، نشوف الاشعارات والخط العربي. بالنسبه للغه العربي فالساعه بتدعم اللغه العربي بشكل واضح وبشكل كامل، مش عربي مقطع. الخط رفيع حبتين ولكن برضو مقروء يا جماعه بسبب جوده الشاشه. ولو طلعنا بره كده وسحبنا من تحت هنجيب الاشعارات، برضو في الاشعارات بتدعم الخط العربي او اللغه العربي الواضحه الصريحه. اي نعم ما بتجيبش عدد كلمات كتير ولكن اللغه العربي مقروءه. ولو دخلنا على البرنامج كده هنلاقي ان هي بتدعم كل الاشعارات، الفيسبوك، اكس، واتساب، سكاي بي، انستجرام، كل الاشعارات تقريبا حتى الماسنجر. اما بالنسبه للمكالمات فانت عندك هنا سيستم مكالمات كامل. اول حاجه انك تقدر ترن على اي رقم، تكتب اي رقم هنا وترن عليه عادي مفيش مشكله خالص. تاني حاجه جهات الاتصال، هنا تقدر تضيف من خلال البرنامج بتاع الساعه جهات اتصال في الفيفوريت تقدر ترن عليها في اي وقت. وتسجيل المكالمات، هنا اخر المكالمات اللي انت كلمتها، وزي ما انت شايف كده بتظهر اسم المتصل. يعني اي حد بيرن عليك بيظهر اسم المتصل، مش لازم تكون انت مسجله على الساعه، طالما متسجل على الموبايل هيظهر معاك على الساعه. بالنسبه لصوت الساعه فاحنا لو دخلنا كده على الموسيقى، طبعا انت هنا تقدر تتحكم في الملفات الصوتيه الموجوده على الموبايل. لو دوسنا هنا كده وإن يكاد الذين كفروا، ده صوت الساعه يا جماعه، صوت السبيكر تحفه جدا. نعمل مكالمه كده بقى ونشوف مع بعض الصوت عامل ايه. طبعا هي بتظهر اسم المتصل بالشكل الجامد قوي ده زي ما انتم شايفين كده. يرد علينا بس. الو. الو يا هشام، سامعني كويس؟ سامعك. الصوت عندك تمام؟ يعني صوت المايك حلو؟ تمام. كاني بتكلم من موبايل ولا في اي حاجه غلط؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم من ايه. بتكلم من سمارت ووتش، بجرب سمارت ووتش. طيب الصوت تمام يعني. طيب انت في الشارع بره؟ انا في الشارع في السوق. طيب ماشي يا حبيبي. الصوت يا جماعه حلو جدا، صوت السبيكر بصراحه جامد جدا، صوت المايك برده حلو جدا. انا جربت المايك كذا مره. ماشي يا هشام خلاص هستناك تجي لي. واحنا بره كده لو دوسنا على الزرار ده هتجيب لك الرياضات، عندك كل انواع الرياضه. الساعه دي تقدر تشغلها او تستخدمها في الاوضاع الرياضيه او في الرياضه او في ممارسه الرياضه بشكل مثالي جدا. طبعا يا جماعه الساعه بقى فيها كل الحاجات الموجوده في اي ساعه. تمام. عندك وضع النوم، ضغط الدم، الاكسجين في الدم، الاشعارات، عندك الطقس، عندك التحكم في الموسيقى، عندك آلة حاسبة، عندك كل الحاجات الموجودة في أي ساعة. وفي الإعدادات تقدر تتحكم منها في كل حاجة في الساعة حرفيا. وبالمناسبة الساعة بتشتغل بالبرنامج ده اللي اسمه فيت كلاود برو، زي ساعات هاي نوتيكو برضو بتشتغل بنفس البرنامج، وساعات اوتيتو بتشتغل برضو ببرنامج زي ده. ان شاء الله هنشرح البرنامج ده وهنشرح ازاي تربط الساعه عليه في فيديو لوحده. اما البطاريه بقى فالبطاريه جايه بحجم 260 ملي امبير. باختصار شديد لو انت هتستخدم الساعه دي من غير ما تربطها بلوتوث، من غير ما تربطها على الموبايل، يعني هتقعد معاك من 8 ل 10 ايام. ولكن لو استخدام عادي او متوسط ان انت رابطها بقى بالموبايل وبتجي لك اشعارات وبتجي لك مكالمات، فهي هتقعد معاك من 4 ل 5 ايام. ودي ارقام كويسه. وكمان لو هتتكلم بشكل مستمر في الساعه، يعني معاك مكالمه طويله مثلا ممكن تتكلم لحد من 4 ساعات ل 5 ساعات، 320 دقيقه تقريبا او 300 دقيقه تقريبا. الساعه كمان بتدعم اصدار بلوتوث حديث وهو 5.2، وده بيخليها سلسه في الربط وبتربط بسرعه على الموبايل ومفيش مشكله كده في الربط معاك ولا بتفصل كل شويه. فدي برضو حاجه من الحاجات الكويسه. اما بقى المستشعرات الموجوده في الساعه وبالذات المستشعرات الطبيه، فعندك هنا مراقبه معدل ضربات القلب، تشبع الاكسجين في الدم، وعندك كمان مستشعر التقارب ومقياس التسارع. اما بقى بالنسبه لسعر الساعه دي في السوق فسعرها بيتراوح من 1850 جنيه لحد 2000 جنيه، يعني هي تحت ال 2000 جنيه بشويه يعني. وده سعر زي ما قلت لك، يعني لو جيت تقارنها بالساعه الكيوسو واي جي تي، الساعه الكيوسو واي جي تي ارخص منها حاجات بسيطه وانا شايفها احسن منها. ده من وجهه نظري، مش معنى كده ان الساعه دي وحشه يا جماعه، والله ساعه رهيبه جدا، ده كفايه شكلها بتديك تصميم حلو جدا. ساعه صوتها بصراحه ابهرني، صوتها حلو جدا. برضو اللغه العربي فيها مش افضل حاجه، في حاجات كتير احسن من كده، ولكن البطاريه كويسه. ساعه بتديك برضو شويه مميزات حلوين بالنسبه للبادجت ده، يعني اللي هو على قد فلوسك، فبتاخد برضو حاجات محترمه، بتاخد شكل وبطاريه وشاشه كويسه وبتاخد كمان صوت كويس. انت مش عايز حاجه اكتر من كده يعني. ولو جينا نقيم الساعه دي مع بعض وتسالني عن رايي، فانا راضي عن الساعه بنسبه 85%. وهنا وصلنا لنهايه المراجعه بتاعتنا. ما تنساش لو عجبك المحتوى تشترك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.